ونحكيو على مدرب منتخب المغرب. وليد الركراكي ثالث افضل مدرب في العالم بعد سكالوني وديدييه ديشون. منطقي الترتيب هذا يا كابتن؟ حسب الترتيب تاع المغرب يعني جاي الرابع. شنو جا الثالث؟ ثالث هو جا الثالث المغرب. اي المغرب جا الثالث. لا معناها هو جا الثالث. الركراكي والمغرب جا الرابع. دون لو ديرني كارير. اي لو ديرني كارير. معناها احسن مدرب في هذه الدوره. احسن مدرب في هذه الدوره عندك انت. باهي كابتن. اي ما هذاك هو لا عنده تاريخ زاد هو مسيرته محمد. نحكي لك على مسيرته. انا فتح رباطي التحيل الوداد المنتخب المغربي فاز بالتشامبيونز ليج مع الوداد وصل للنصف نهائي المونديال لكن مازالت عنده تحديات اخرى اللي هو مثلا كاس افريقيا للامم مع منتخب اسود الاطلس. ولا شو نقول لك انا ديما انا قلت مثلا استطيع عليه هو انا قلت باللي عملوا الركراك يعني انجاز كبير ما يوصل يعملوا حتى واحد يعني الا يمكن الون تيرم نقولوا وصعيب برشا. لانه قلت انا قلت الركراك فن كل انجاز عربي كان يتغنى به اي حد ولا افريقي. لانه السيد عمل حاجه ما شفناهاش احنا ما كناش من دومي فينال حاجه يعني فاقت التوقعات الكل بالضبط. يعني انت تشوف وانت حتى انا نشوف ديما الكاركتير نتاع لونترونور انا نتبع فيه بالكدا من قريب شفته هو في المعاملات مع الملاعبيه صحيح توفرت له هي الاليات الجمعيه الحاضره والجمعيه المتوفره والثريه بالجوارات لكن كانت عنده البصمه حتى كنشوفوه كيفاش يحكي ديما يقول الاسبري دو جروب الجروب ديما يحكي كان على الجروب ما يحكيش على روحه. يمكن حتى في الفاز الاخرانيه ايش عمل هو اللي كانت عنده البادره باش يجيب عائلات نتاع الملاعبيه باش يخليهم ديما مرتاحين ديما يخمم على الكوتي بسيشيك في وهذاك اللي كان سبب نجاحه هو. وان شاء الله نقولوا احنا ان شاء الله نهار يجي تونسي يعمل انجاز كيما وليد الركراكي. علاش لا نحلموا شويه كابتن ولو انه في القريب العاجل صعيبه شويه لكن نحلموا. علاش لا الحلم مشروع. كابتن مش موافقني برشا اليوم. مش موافق. قلت الحلم مشروع. جدل ليه الحلم مشروع الكل نقعدوا نحلموا شارع الحلم من تونس. كابتن جدل واتهامات متبادله بين الاعلام الجزائري والاعلام المغربي. علاش؟ فيما يخص تاريخ اجراء قرعه كاس العالم للانديه وافتتاح الشان نفس التاريخ 13 جانفي. والاعلام الجزائري يتهم المغرب بانها وراء وضع تاريخ مثل هذا ولو انه هي من مشمولات الفيفا. مشمولات الفيفا لكن الاتهامات ماك تعرف التونسيون الموجوده بين البلدين وكل اعلام بطبيعه يدافع على بلاد. وناحي مطلوب من عديد الانديه الاوروبيه من اكبر الانديه الاوروبيه. وناحي خريج مدرسه محمد السادس ستراسبور مشى بعد اليو اس فرانش في الناسيونال في الدرجه الثالثه بعد اونجي. وناحي اللي عمره من عام 2000 عمره 23 سنه قريبا. نابولي تحب عليه، ليستر تحب عليه، اف سي برشلونه، لو ام، ليدز. لويس انريك يحكي عليه قال الملاعبي هذا ما عرفتوش شكون هذا. قال منين جاء الملاعبي هذا قال قداش يجري ومش قداش يجري بركه ما شاء الله عليه. هو سي مونيمون الحق تكنيسيان تاكتيسيان اللي تريز انتيليجون محلاه معناها اللاعب الممتنع شيء كبير وتلقاه بارتو تبارك الله في التيران معناها كيك شوز اكستراوردينير. انا اخويا كان ما قالش عليه انريكي والله العظيم نتبع بعديش تبعته. كي يقول انريكي فتح حكايه وهي الهاله الاعلاميه اللي اخذاها بعد تصريح انريكي ولكن يقول لك هذيك الدور توافق الكابتن هذا. ومعلومه اخرى فهيدا ليروزيتش هو اللي رسمه في تشكيله المنتخب المغربي كان معجب برشا باللاعب هذا. تلتح فما ازمه جزائريه مغربيه. المغرب تطالب بفتح المجال الجوي رحله مباشره من الرباط الى قسنطينه. المشاركه لم تتاكد الى حد الان. الجزائر ترفض فتح المجال الجوي تعتبر المغرب لديها شروط تعجيزيه. رايك في كل هذا استاذ حفيظ؟ رأيي أنه ما هو رياضي وكروي يبقى في حدود الرياضة والكرة. إذا كان المغرب عنده حق ما
على مستوى الاتحاد القاري لكرة القدم فليكن له ذلك. أما ما يتعدى ذلك فأنا لا أقبله لا على بلدي ولا على المغرب ولا على تونس. السيادة تونس وسيادة الجزائر وسيادة المغرب يجب أن تحترم. ما عدا ذلك كل مرة كاين حلول لكل شيء. إذا رفضت الجزائر فهذا من حقها أنها ترفض، ولكن لا ترفض دخول المنتخب المغربي. يعني اللي عرفته أنه تحبوا نجيبوا لكم طائرة جزائرية تنقل لكم طائرة جزائرية، تحبوا طائرة تونسية نجيبوا لكم طائرة تونسية أو أي طائرة من نوع آخر. أما طائرة مغربية فطائرة المغربية الحدود الأجواء الجزائرية مغلقة في وجه الطيران المغربي، وهذا قرار سيادي من الجزائر يجب احترامه. مونديال الدوحة طبعا الذي كان استثنائيا على جميع المستويات من جميع النواحي التنظيمية الكروية، كل شيء ريناه تقريبا في مونديال الدوحة. رافقه طبعا إنجاز عربي، إنجاز إفريقي، منتخب المغرب الذي بلغ الدور النصف النهائي. حفيظ دراجي، مثل هذا الإنجاز هل تعتقد أنه يستطيع منتخب عربي إفريقي تكريره ممكن في السنوات القليلة القادمة تكراره في السنوات القليلة القادمة؟ صعب جدا في السنوات القليلة القادمة بالنظر لما هو موجود الآن على الصعيد القاري وحتى على الصعيد العربي. أعتقد بأن ما حققه المنتخب المغربي يبقى استثناء على غرار الاستثناء الذي حدث في المونديال من جوانب عدة، سواء كانت تنظيمية، فنية، جماهيرية، من الناحية الأمنية، من جوانب كثيرة جدا. ما حققه المنتخب المغربي أولا لم يكن منتظرا، ثانيا كان مستحقا، ثالثا كان رائعا، رابعا نتمنى يفتح أبواب للمغرب ولمنتخبات أخرى إفريقية وعربية أنها تتحرر شوية من عقدة لازمتها لسنوات طويلة جدا، اقتصرت فقط على أولا التأهل إلى المونديال ثم التأهل إلى الدور الثاني من المونديال. لم أسمع عن أي مدرب أو لاعب أو منتخب يتحدث عن بلوغ الدور النهائي والنصف النهائي. من تحدث عنها لم يتأهل. يعني جمال بالماضي تحدث عن الفوز بكأس العالم، لم يصل لكأس العالم، أو تحدث أعتقد على النصف النهائي وربع النهائي فهو لم يصل. أتصور بأنه صعب جدا تكرار هذا في السنوات القليلة المقبلة. من هي العناصر الاستثنائية التي فاجأتك ممكن في منتخب المغرب، لاعبين الذين أثاروا إعجابك؟ وناحي بالدرجة الأولى هذا القط الصغير، هذا المتميز جدا، عنده لياقة بدنية كبيرة، عنده رؤية جيدة للعب، استرجاع هاي للكرة وبناء الكرات من الخلف. طبعا مرابط معروف عندنا، ولكن أنا وناحي كان بالنسبة لي مفاجأة. كثير ناس يتكلموا على حارس بونو، يتكلموا على مرابط، أنا وناحي فعلا كان في مستوى العالي. بالنسبة للمدرب وليد الركراكي، يعني مسيرته في تطور، فاز بالتشامبيونز ليج مع الوداد ثم انتقل لتدريب المنتخب المغربي وبلغ الدور النصف النهائي. وبعدين بلغ الدور النصف النهائي في ظرف 3 أشهر أعتقد، أو أقصى شيء 4 أشهر من إشرافه على المنتخب. أي نعم يعرف البيت ويعرف اللاعبين ومغربي مثلهم، فهذا أضاف للكرة المغربية. وبعدين أعتقد بأن اللاعبين المغاربة كانوا مهيئين لتغيير علي لوزيتش ومجيء الركراكي، لأنه كان كلام عنه كثير الركراكي منذ فاز بدوري أبطال إفريقيا. طبعا الكل كان مهيئ ومستعد، وبعدين أعتقد بأنه عرف كيف يكلم لاعبيه وكيف يخاطبهم وكيف يشحنهم وكيف يحضرهم طبعا فنيا وتكتيكيا. أعتقد أيضا بأنه بصمته كانت واضحة، يعني بصمة المدرب في إنجازات مثل هذه لا يمكن لأي أحد أن ينقص من قيمتها. يعني بالنسبة حفيظ لمنتخب تونس، منتخب تونس الذي قدم مباراة طيبة ضد الدنمارك، مباراة مخيبة الآمال ضد أستراليا ثم فاز على فرنسا. ماذا كان ينقص ممكن المنتخب التونسي لبلوغ الدور الثاني، وما تقييمكم لمشاركة تونس في المونديال؟ طيب راح نقول كلمة ممكن ما يحبوهاش كثير الناس، ولكن أعتقد يحبوها. لم يكن تعيسا المنتخب التونسي هذه المرة، يعني لم يكن حبيبي لم يكن تعيسا. حبيت نقول لم يكن مخيبا. اي نعم امام استراليا، المنتخب اللي كنا نعتقد بانه يفوز على استراليا. ممكن يجد صعوبات امام فرنسا، يجد صعوبات امام الدنمارك، ولكن الفوز امام استراليا. كنا نقول الفوز على استراليا والتعادل امام الدنمارك وفرنسا قد يؤهل تونس، ولكن تتعادل مع الدنمارك وبعدين تربح في المباراة الثالثة امام فرنسا وتخسر امام استراليا. اعتقد بانه هذا الامر شوية
لم يكن لائقا بالمنتخب التونسي مقارنة بالمنتخب المغربي. كان تنقص الكثير من الأشياء فردية وجماعية وفنية وتكتيكية وحتى بدنية. حتى من حيث الروح المغرب كان أفضل من تونس، ولكن دو جوستات كما نقولوا احنا بالعامية كان ممكن التأهل للدور الثاني يقلب موازين كل المشاركة التونسية. ولكن تبقى لنا في حلقنا أنه كيف نخسر أمام أستراليا.